فكرة اقتصادية جدًا ببضاية واحدة بس. شُفت فيديو على تيك توك عاملاه واحدة كورية لفكرة حلوة جدًا عجبتني، جايب 5.000.000 مشاهدة، فقُلت أجرّبها قدّامكم وأشوفها فعلًا هي تستحق المشاهدات دي كلّها والّا لأ، وتستحق التجربة والّا لأ. أساس الوصفة هي بيضاية واحدة بس هتعمل منها كمية حاجات كتير. مع البيضاية دي نُص كوباية دقيق في طبق وحطِّت عليه مَيّة لغاية ما الدقيق بقى أخَف من البشاميل بحاجة بسيطة، وفضلت تقلِّب، تقلِّب لغاية ما وصلت للقوام اللي أنتم شايفينه ده، يعني أخَف شوية من البشاميل. وبعد كده حطِّت عليه البيضاية وفضلت تقلِّب تاني لغاية ما البيضاية امتزجت مع الخليط ده. بيني وبينكم وأنا باجرّبها كنت خايفة جدًا وباقول أنا مش عارفة أنا باعمل إيه، بس اللي مشجّعني إن مكوناتها بسيطة ومش هتخسّرني كتير وفي نفس الوقت لو طلعت حلوة هتنفع ناس كتير جدًا. بعد ما قلِّبت البيضاية في الخليط ده، حطيت baking powder علشان تطلع هشة، هي قالت كده، وملح وفلفل أسمر، وفضلت تقلِّب لغاية ما كُلّه امتزج في بعضه، وحطِّت كمان إيه، طماطمية متقطّعة مكعبات صغيّرة خالص، وفلفل رومي، وبصل متقطّع، كُلّه متقطّع مكعبات صغيّرة جدًا، جدًا. بعد ما حطِّت الخضار وقلِّبت كل ده مع بعضه كويس أوي، أوي، لغاية ما الخضار ضاع كده في الخليط، حطِّت كمان شوية موتزاريلا مع الخليط، أنا ما كانش عندي موتزاريلا فحطيت جبنة رومي مبشورة. بعد كده قلبت ده كله في بعضه وجابت طاسة حطت فيها شوية زيت ونزلت بالخليط، عملت دواير بعد طبعًا ما الزيت سخن. أنا بصراحة ما كنتش متفائلة هنا بالشكل خالص وما كنتش عارفة ده هيطلع عبارة عن إيه بالضبط، هي طلّعت الشكل بصراحة كان مترتب أكتر من كده. المهم بعد ما كانت بتاخد لون شوية من الحروف كده، كانت بتقلبها، أنا هنا حسيت إن أنا استعجلت عليها شوية، بس دي بالنسبة لي أول طاسة وأول تجربة. قُلت لكم من الأول خالص أنا مش متفائلة. المهم بقى هي قلبتها لمّا لقت الحروف بتاعتها أحمرت كده، بس أنا هنا حسيت إن أنا استعجلت عليها شوية، كانت محتاجة تتساب حبة كمان وما اعلّيش النار أوي علشان تستوي كمان من جوّه. أنا بصراحة كنت عاملة برجر، فقُلت بما إنها فيها بيض وجبنة وكده، ليه ما أحطّهاش على البرجر؟ بُصّوا أنا هنا عمّالة أقول هو إيه اللي طالع ده، قُلت طب خلاص نسيبنا من أول طاسة، نعمل تاني طاسة، طلعت برضه أشكال عجيبة. حطيت بقى قُلت أمّا أجرّبها كده على البرجر وأشوف هيبقى الطعم عامل إزاي. بُصّوا هي طلعت حلوة يعني هشة كده من جوّه، السِوَى بتاعها طلع كويس، بس الطعم اللي في الأول أنا كنت مستغرباه، الطعم غريب، يعني مش عارفة، لمّا جرّبتها مع البرجر ما كنتش مستوعبة الطعم أوي، مش عارفة أركّز في طعمها، لإن كان معاها البرجر وكمان حطيت الصوص، فحسيت إن طعمها استخبّى خالص. هي كانت بالنسبة لي mix، بيض على جبن على خضار. بُص أنا بعد ما استوعبتها أنا حسيت إن هي حلوة، لأ طعمها حلو، عجبني، مش وحشة، حسيت إني بدأت أتقبّلها، قُلت طيب هاجرّبها لوحدها علشان ما يبقاش في حاجة تاني مغطية عليها وأشوف طعمها لوحده عامل إزاي. حطيتها كده في الكايزر، أنتم ممكن تحطوها في عيش فينو عادي يعني. المهم بقى قُلت كده أمّا أدوق، حسيت بقى لمّا بقت لوحدها استوعبتها أكتر، طعمها بان أكتر وعجبتني. لأ هي في الآخر فعلًا عجبتني. هنا أنا باقول لكم يعني باقول في عقل بالي تصدقوا هي طلعت حلوة. بعد كذا قطمة كده ورا بعض حسيت إن هي لأ ضبطت، طعمها ضبط معايا وبقت حلوة، بغض النظر عن الشكل واللي طلع ده كله، بس حلوة يعني طعم الرومي مع البيض مع الخضار، وكمان البيكنج باودر مطلّعها هشة من جوّه. كان فيها كمان مَطّة حلوة كده من الجبنة الرومي، والكمية دي عملت معايا كتير جدًا، إذا كانت على البرجر أو لوحدها فهي في الحالتين عجبتني. وعاوزاكم تقولوا لي في الكومنتات عن اسم للاختراع الخطير ده، وكمان تعرّفوني رأيكم وأكمّل لكم في سلسلة اختراعات تيك توك والّا لأ.